خلينا نبدأ. اللي حصل في الرباط الأيام اللي فاتت أثار جدل كبير جدا، مش بس في المغرب لكن كمان في الجزائر وعلى مستوى السوشيال ميديا كلها. القصة ببساطة لكن في نفس الوقت مستفزة وخطيرة. محكمة ابتدائية في الرباط قررت تأجيل محاكمة مشجع جزائري اللي اشتهر إعلامياً بلقب المتبول في المدرجات لحد يوم 19 يناير، وده بطلب من هيئة الدفاع علشان تجهيز المرافعة. المشجع ده بيتابع في حالة اعتقال، وده في حد ذاته رسالة واضحة إن الموضوع مش بسيط ولا هزار. المتهم بيتواجه بتهمتين واضحتين: أولاً الإخلال العلني بالحياء العام، وثانياً التفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة أثناء تظاهرة رياضية. يعني مش مجرد تصرف فردي ولا حركة طايشة، لكن فعل القانون المغربي بيعتبره مساس مباشر بالنظام العام وبالآداب. القصة بقى بدأت إزاي؟ المشجع ده بنفسه نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وطلع يعترف إنه قام بالتبول في مدرجات الملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط. يعني لا في التباس ولا في اتهام باطل ولا حد فابرك حاجة، هو اللي وثق واعترف ونشر. الفيديو انتشر بسرعة رهيبة ورد الفعل كان عنيف جدا. مغاربة اعتبروا اللي حصل إهانة صريحة مش بس للملعب لكن للذوق العام، والبلد كامل استضاف جماهير من دول مختلفة بكل احترام. وعلى السوشيال ميديا شفنا دعوات صريحة لمحاسبة الشخص ده، مش بدافع الكراهية لكن بدافع إن القانون لازم يتطبق على أي حد مهما كانت جنسيته. والنقطة المهمة هنا واللي لازم نقف عندها إن الاستنكار ما كانش مغربي بس. عدد كبير جدا من الجزائريين نفسهم طلعوا يدينوا التصرف ده، قالوا بوضوح ده لا يمثلنا، وده سوء أدب، وده مخالف للأخلاق والمروءة، وده تصرف فردي مرفوض. ودي نقطة تحسب، لأن دايما المشكلة مش في الشعوب، المشكلة في تصرفات أفراد بيحبوا يعملوا شو إعلامي على حساب القيم. خلينا نكون صريحين، الملاعب الرياضية في أي بلد في العالم ليها حرمة، هي مكان للفرح، للتشجيع، للتنافس الشريف، مش مكان للاستفزاز ولا لتجاوز الخطوط الحمراء. واللي عمله المشجع ده مش بس مخالفة قانونية، لكنه كمان إساءة لصورة جماهير بلده، وغصب عنه حط ناس ملهاش ذنب في موقف محرج. كمان في نقطة قانونية مهمة لازم تتفهم: المغرب زي أي دولة عنده قوانين صارمة بتجرم أي فعل كي يخل بالحياء العام، خصوصاً لو كان في مكان عمومي وأمام جمهور وفي حدث رياضي. يعني المسألة مش سياسية ومش تصفية حسابات ومش تضييق على مشجع أجنبي، دي قضية قانون زائد أخلاق زائد احترام بلد مضيف. تأجيل الجلسة لحد 19 يناير معناه إن المحكمة بتدي فرصة كاملة للدفاع، وده دليل على إن المسار قانوني سليم ومفيش استعجال ولا انتقام. لكن في نفس الوقت استمرار المتابعة في حالة اعتقال بيوصل رسالة واضحة إن في خطوط حمراء وفي أفعال لا تقبل وفي احترام لازم. والرسالة دي مش موجهة لشخص واحد، دي موجهة لأي حد فاكر إن السوشيال ميديا تخليه فوق القانون، أو إن أي تصرف مستفز ممكن يمر من غير حساب. والأهم من كل ده إن الأحداث دي بتفكرنا بحاجة أساسية: الرياضة لازم تفضل جسر للتقارب مش سبب للتوتر، والجماهير هي مرآة الشعوب، وأي تصرف خارج عن الذوق بيشوه الصورة حتى لو كان من شخص واحد. في النهاية القانون هياخد مجراه، والمحكمة هي اللي هتقول كلمتها. لكن اللي حصل ده درس مهم جدا لكل الجماهير العربية: شجع، افرح، تحمس، بس من غير إساءة، من غير تجاوز، ومن غير ما تنسى إنك ضيف قبل أي حاجة. لأن احترام البلد اللي بتستضيفك مش اختيار، ده واجب.